تصنع الطبيعة هنا مشهداً بديع الجمال، كما تروي قصصاً لا يعرفها إلا من زارها، وتبقى أبوابها مفتوحة دوماً لسحر لا يحتاج إلى تفسير بل إلى أن يعاش. في الركن الغربي من محافظة إدلب يبقى للطبيعة مكانها في القلب ومكانتها في الذاكرة، مساحات خضراء لا تطلب شيئاً سوى أن تزار، كما كانت سابقاً ملجأ لذاكرة متعبة من مشاهد القصف والدمار ومعاناة التهجير. نبدأ من دركوش، جوهرة الريف الغربي، وتبعد حوالي 30 كيلومتراً عن مدينة إدلب، وبين جبالها يرسم نهر العاصي شريط حرير أخضر. وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد، وتتناثر فيها الينابيع الطبيعية مثل عين الزرقاء وعين الدباغة، مما يجعلها مقصداً مثالياً للاستجمام والراحة. وإلى حمامات الشيخ عيسى، مياهها الكبريتية الحارة كانت على مر العقود ملاذاً للراغبين في الشفاء، ومقصداً للباحثين عن الراحة لا بالدواء بل بقوة الطبيعة. ومنها إلى بكفلة، وعلى ضفاف النهر الأبيض في ريف جسر الشغور، تحولت مزارع القرية إلى وجهة سياحية فريدة، وفيها لا يحتاج الزائر إلى كثير من الشرح، يكفيه أن يجلس تحت شجرة ويستنشق هواء نظيفا ليشعر أن العالم أهدأ مما يبدو. وهكذا من دركوش إلى حمامات الشيخ عيسى وبكفلة تقدم إدلب وجهها الآخر، وجه الحياة والطبيعة الخلابة.